الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع البوسني وحيد خليلوزيتش للإشراف على التدريب الخضر لمدة 3 أعوام خلفا لعبد الحق بن شيخ المستقيل. ومن المنتظر أن يستلم المدرب الجديد مهامه بشكل فوري اعتبارا من الأول من يوليو تموز المقبل حتى يكون حاضرا مع المنتخب في المباراة الودية المقبلة أمام تونس. وكان الاتحاد الجزائري فتح منذ تاريخ 8 يونيو حزيران الماضي باب الترشح لقيادة الخضر، حيث تم تداول أكثر من اسم لاستلام المهمة، أبرزهم الألماني يورغان كليسمان والبرازيلي كارلوس دونغا والفرنسي بول لوغوين، قبل أن يقع اختيار الاتحاد الجزائري على البوسني خليلوزيتش المدرب السابق لمنتخب كوت ديفوار في نهائيات أمم إفريقيا التي احتضنتها أنغولا عام 2010.